سوبر كهربا. وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده مع وائل حمراوي فاتها في الشبكة، وهي جت في الشبكة. اتكلم النهارده على ماتش الاهلي وبيراميدز، من احسن الماتشات اللي اتعملت في السوبر زي ما مدحت شلبي قال. ماتش فيه تكتيك عالي جدا، فيه لعب سريع، فيه هجمات خطيره، كل فرقه عارفه تهاجم، عارفه تعمل خطوره على الفريق التاني. الماتش حلو. بس عجبني اكتر الاهلي في مميزات في الماتش ال 90 دقيقه نفسه كان عامل غلطات غريبه، وكان فيه مشاكل في التشكيل، في الهجوم بالذات. ان كان كل اللمسه الاخيره كانت بتبقى غلط، كلها ميس باصات غريبه ما بتطلعش من الاهلي بالذات في اخر فتره. الواحد كان متضايق قوي في ال 90 دقيقه، وواحد كان خايف. بس قبل ما نبدا كلام احنا عايزين نقول الحمد لله والحمد لله على السلامه على محمود متولي. بالظبط. وقع قلبنا بصراحه. كان كان موقف وحش جدا، بس الحمد لله عدت على خير. وقام واستلم الميداليه وطمنا عليه. احنا بصراحه يعني انا مش هقدر اقول الكلام في الاهلي لان شهادتي في الاهلي مجروحه. الاهلي كل مدى بيزيد يعني عدد جماهيره، وبيزيد تمسك جماهيره بيه. بصراحه منظومه رائعه، مجلس اداره رائع، يعني فكر مختلف تماما عن الكره المصريه. انا شايف بصراحه ان الاهلي النهارده بغض النظر عن الناحيه التكتيكيه او الفنيه، خلي بالك برضو كان لازم يحصل فيه يعني نوع من انواع الخداع، ان هو ينزل القندوسي وبعد كده، لان انت في الاول وفي بدايه الاخر غريبه جدا بالظبط، لان هو اتخدع. خلي بالك هو اتخدع مش في الملعب، هو اتخدع بره الملعب. فحب يعمل خداع في الملعب. انا شايف ان هو لاعب كده حب يعمل خداع في الملعب ونزل القندوسي، واللي فادنا في القندوسي ان علي جبر، وهو كان من المتألقين جدا في الماتش النهارده. بصراحه علي جبر خد انذار في اول ماتش، وده اللي حجم لعلي جبر بصراحه. بس الخداع اللي حصل ما افادش النادي الاهلي، غير ان هو خلاه يلعب 120 دقيقه. يعني خلاه يلعب 120 دقيقه. ليه؟ لان انت كسبت بنفس التشكيله اللي كلنا متفقين عليها ان احنا بنكسب بيها بالظبط. فانت اخرت بس ايه مكسبك وكويس. وانت كنت ممكن تزود، انت كنت ممكن تخرج الماتش ده 3-4 في النص ساعه. بس انا عجبني في الاهلي حاجتين. اول حاجه طبعا مارسيل كولر، لازم يعني شابوه ليه بجد. احلى حاجه فيه ان هو بيتعلم من اخطائه. بيتعلم دلوقتي ما بيلعبش زي ما بيلعب اول ما جه الاهلي. اول ما جه الاهلي كان عنده فكر واحد هو اللي بيمشي بيه في كل الماتشات، فكان ده عامل ازمه ان احنا خسرنا كذا ماتش بسكور ما كانش حاجه كويسه. بس بعدها بدا يرجع بعد في ماتش تفكيره، بيتعلم من اخطائه، لان الموضوع ما بيمشيش كده، ولا ان هو لازم في كل ماتش على حسب المنافس مين اللي بيلعبه، وازاي امتى يهاجم، امتى يدافع، امتى يبقى يقفل الملعب. النهارده عجبني قوي بعد ما الاهلي جاب الجون، خلوا بيراميدز يطلع عن شعوره. رزالة ملعب زي ما بيقولوا بالظبط. يعني خرجوهم عن شعورهم، خلاهم يتعصبوا، خلاهم يفقدوا التركيز، ما بقوش عارفين يلعبوا، بقى كل الكور بتاعتهم طولية، عايزين يجيبوا جون وخلاص. طبعا ده مش معمول كده وخلاص، ده معمول تحس ان هو مترتب متنظم. ايوه متنظم، اللي هو انت هتجيب جون من هنا، الموضوع هتقفل عليهم، هتطلعهم من الملعب، هتطلعهم من تركيزهم عشان تقدر تاخد الماتش بسهوله، ما بقاش فيه مشكله. ولو بصيت هتلاقي ان بعد الجون ده تقريبا بيراميدز ما عملش هجمه غير واحده بس، هي اللي كانت خطر على الشناوي. ايوه. وبس ما فيش اي حاجه ثانيه. هو خدها حلو وبتاع، بس شاطها في نص الجون والشناوي مسكها. واللي بعديها دي اللي حصلت بعديها المشكله بالظبط، اللي لما الشناوي كان عايز يطلع الكوره بره عشان عبد المنعم محمد الشيبي راح يلحقها عشان يكمل، وما فيهاش اي اخلاق رياضيه خالص. بالظبط. الفكره كلها ان يعني هو بيراميدز اصلا وباتشيكو يعني كان بيلعب اوريدي، كان بيلعب على ان هو ما يخشش فيه جون، لان هو اكيد اتفرج على فقد الامل وعايز يلعب ضربات جزاء بالظبط. لا هو خلي بالك هو عنده نقطه، هو اكيد اتفرج على ماتش الرجاء وشاف ان صعب، يعني الرجاء 90 دقيقه مش عارف يجيب في الاهلي جون. فبالتالي هو بالنسبه له ما يجيش فيا جون،
لان انا لو جبت اوصل جون ضربات جزاء. مش هعرف اجيب لا هو جون، مش اوصل هيجيب، ضربات هو عايز يوصل بالظبط. ضربات جزاء وزي ما تيجي، لان هو بالظبط خلاص فقد الامل ماتشين مع الاهلي مش عارف يكسب. خسر يعني. والماتش ده المفروض ان الخساره دي تخليه ان خلاص يمشي خلاص بقى. ما فيش. اه هو مع انه عامل فريق كويس يعني، عامل بصراحه بيراميدز عامله ايوه شغل عليه جدا، وعامل تعتبر من عامل احلى. كوره حلوه، عامل يعني بالعكس يعني بيراميدز مع باتشيكو من احسن المرات او من احسن الايام، يعتبر في احسن اوقاتها. ان هم فرق في عمرها تكتيك، في صغير. باصات، في فكر في الملعب، تحس ان بيلعبوا بسرعه، بيعملوا هجمات خطيره، تحركات. تحركات حلوه. فلا هم بيلعبوا حلو مع باتشيكو، بس هو باتشيكو يعني فكره انا خلاص خسرت 3 نهائيات ورا بعض من الاهلي، من نفس الفريق اللي هو الاهلي. فخلاص انا هعمل ايه في الدوري المصري؟ انا خلاص يعني 3 نهائيات مش عارف اكسب الاهلي، الموضوع والله دي خلاص. حاجة بقى ترجع لإدارة نادي بيراميدز. بالظبط. بس تحية كبيرة لإدارة نادي بيراميدز بصراحة. عاملة فرقة كويسة تستحق إن هي تلعب سوبر. أنا زي ما قلنا لكم في الفيديو الأولاني إن السوبر أهلي وبيراميدز هتلاقوه فيه كورة، احسن بكتير. وفعلا هو حصل كده. بس سؤالي، رمضان صبحي راح فين؟ راح فين يعني؟ بصراحة يعني رمضان صبحي المفروض ان هو انا صعبان عليا والله، انا والله بس عايز بجد انا اسألك صعبان سؤال عليا. بصراحة. انت خدت بالك ان يعني رمضان صبحي واحمد فتحي تقريبا ما طلعوش يستلموا الميدالية؟ هم ما ظهروا، هو احمد فتحي ما ظهرش في الماتش اصلا خالص. هو كان في الاحتياطي بس ما يعني ظهرش يعني خالص بس انا شايف ان اللعيبة بتاعت الاهلي ما طلعتش تستلم الميدالية، تفتكر ليه؟ هيستلموا ايه ولا؟ ما هو بص، انا رمضان صبحي بالنسبه لي تقريبا من كتر الصوره بتاعت الكاس اللي الكاس، فات ان هو مع الممر الشرفي اللي الاهلي عاملين دماغه له صغيرة دي، برضو. فما قدرش تقريبا ان ما هو بقاش ياخد نفس عنده. اللقطه تاني. وبصراحه ما هي لقطتين يعني خبطتين في الراس بتوجع زي ما والله بيقول. بصراحة بس تصدق بدأ يعني حتى شكله في الملعب بدأ يصعب عليا. ما بالظبط انا ده اللي بتكلم فيه، ان يعني هو فعلا فاهم. بقى صعبان عليا خلاص، اللي هو انت انا ضيعت نفسي، عارف اللي هو اللي هو ده بالظبط. لسان حال نفسه، بس هو طبعا مش هيقول كده يعني، بس هو من جواه انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يعني فاهم. هو لما يشوف النهارده استاد مليان على عينه، المفروض ان الاستاد ده كان يشيل جمهورين، اهلي وزمالك، تمام. فلما يبقى الاستاد كله اهلي، في خلال يومين انت بتتكلم وهو برضه مثلا الاستاد كان تقريبا مفيش. بالظبط، هو تقريبا النادي اللي بيلعب فيه هو مش نادي جماهيري، هو لا يعيبه يعني بيراميدز اللي خلي هو بالك موجود. المراسل بتاع الامارات برضه هو في اول ماتش احنا قالوا ان احنا كنا خايفين ان عشان الزمالك ما جاش، كنا خايفين ان الاستاد دي بس شكله وحش ومش عارف ايه. بس بصراحة جمهور لما الاهلي شاف الاهلي، يشيل. ما شفنا جمهور الاهلي، قلنا بصراحة اللي مع الاهلي ما يخافش من اي حاجة. بالظبط، ف اللي مع الاهلي ما يخافش من اي حاجه. بالظبط. تحيه برضو بصراحه لجمهور الزمالك. ده بصراحه حقيقي. الواحد لازم يقول ليه. جمهور الزمالك فعلا جمهور بيفهم كوره وفي كان يعني. لازم ما يحضرش الماتش، ولا كان وكان لازم لازم ما ما يبقاش يحضرش. موجود شفنا ناس بتيشيرتات بيضة وبتاع، بس كنت دول الناس راحت تتفرج على الماتش. ممكن تكون كانت قطعت تذاكر قبل الخبر الانسحاب، او هي عايزة تتفرج مع اصحابها على الماتش. بس ما فيش حد مسك علم علم زمالك ولا شجع بيراميدز ولا بيراميدز. ما هو ظهرش يعني. بيتفرج على الماتش عادي. تحية لجمهور الزمالك، ان شاء الله فرقتكم تبقى احسن وتلعبوا. بس انتوا قدامكم سنتين مش هتلعبوا سوبر ده لو يعني خدتوا كاس لا او لا دوري. لا. انا وجهة نظري في الماتش ده ان الاهلي كسب كان ممكن يخلصه في 90 دقيقة، بس هو طولها على نفسه شوية. مم. يعني انا شايف كده. بس عموما مبروك للاهلي، مبروك السوبر رقم 13 للنادي الاهلي. الاهلي بيسجل ارقام وبيكسر ارقام، ما اعتقدش عدى ان في ثلاث حد أضعاف يعني، عدى 3 أضعاف الزمالك اللي هو منافسه التقليدي، اللي هو أنت عندك أكتر فريق واخد السوبر بعد الأهلي الزمالك، واخد 4 بطولات بس. بالظبط. دلوقتي الأهلي 13 يعني أكتر من 3 أضعاف. والله انا شايف ان الاهلي يعني يشوف بطولة تانية ممكن ينافس عليها يبقى في منافسة يبقى شوية. في منافسة، يعني الوضع يبقى. أنا عن نفسي ببقى أنا مش بكدب عليك والله، يعني أنا ببقى قاعد بتفرج على ماتشات الأهلي وواثق بنسبة كبيرة جدا 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 إن الأهلي هيعدي الماتش. لأن إمكانياته أكبر من اللي حواليه. ده حقيقي. إمكانيات فنية وإمكانيات تنظيمية وإمكانيات إدارية. أنا شايف إن الأهلي مؤسسة كبيرة أوي أوي أوي. أنا أفتخر إن أنا مشجع للنادي الأهلي. بيفرحنا دايما. ما بيأثرش معانا في أي حاجة بصراحة كجماهير. إيه رأيك ونسأل الناس كده؟ عايزين نعمل سلسلة كده نقول لماذا أنا أهلاوي. حلو.
يعني حلو، لازم دي محتاجة مش حلقات كتير أوي. دي محتاجة حلقات كتير. والدوري كده كده خلاص اتحسم، واحنا يعني خلاص، والدوري الانجليزي بيخلص والتشامبيونز ليج قرب يخلص. احنا بنفكر ان احنا بقى في فترة الراحة هنعمل زي كده حلقات لماذا انا اهلاوي، يقولوا لنا رأيهم وهم ويقولوا لنا يقولوا كده ولا لأ. بالظبط. يا ريت تقولوا لنا رايكم وبتاع، وممكن نعمل لك حلقة لماذا انت زملكاوي، لماذا انت اسماعيلاوي، لماذا. لان الحاجات دي خلي بالكم ان احنا الجيل اللي جاي ده في ما يعرفش حاجات كتير أو على تاريخ الأندية أو تاريخ الكورة. في ناس بتشجع كورة من أجل التنطيط في الاستاد من أجل التحفيل. ومن أجل التحفيل بس. فاحنا بنتكلم كورة فعايزين نفهم الناس احنا بنتكلم على الأندية دي ومدينها جزء من وقتنا ان احنا بنتكلم عليهم. ليه؟ للمرة المليون مبروك للنادي الأهلي، وزي ما قال الجمهور الأهلي أفريقيا يا أهلي، وده المهم وده اللي وده اللي جاي عودنا عليه الأسبوع الجاي، الأهلي وده الأسبوع بصراحة. الجاي. نخرج من بطولة على بطولة. وفي خبر كمان لسه عارفه دلوقتي إن 90% إن مباراة الأهلي والترجي اللي جاية في تونس هتتلعب بدون جمهور. أما عشان فدي العقوبة. حاجة كويسة جدا إن شاء الله تبقى مفيدة للأهلي ونعمل نتيجة كويسة هناك عشان نأكد النتيجة هنا إن شاء الله لما نرجع. وقبل ما نقفل الحلقة إحنا عايزين بس نتكلم على كام حاجة بالنسبة لماتش الأهلي وبيراميدز. كنا عايزين نشوف إيه رأيك مين أحسن لاعب في المباراة النهاردة؟ أحسن لاعب في المباراة النهاردة يعني أنا من وجهة نظري، يعني أنا شايف إن علي جبر عامل ماتش حلو. عامل ماتش يعني حلو أنا عامل جدا، ماتش بس حلو أنا جدا. بالنسبة لي الشناوي هو اللي جاب السوبر للأهلي قبل الشناوي كهربا. التصدي بتاع دودو الجباز ده وقبليها عمل اللقطة اللي هي بتاعت وليد الكارتي اللي هي كانت خلاص، ده أنا افتكرتها جون أصلا، اللي هي كانت ركنية وهو هيجي يلعبها وشاطها. فبصراحة الشناوي بالنسبة لي كان الشناوي بقاله كام خطير النهاردة. ماتش بيبدع. بيبدع. اللي هو بيرد يقول لك لا أنا لسه موجود يعني. بالظبط. بس ده انا شايف بالنسبة لي. يعني انا شايف ان برضو عشان الواحد ما يتقسم حق علي جبر، واحد لعيب خد شال 3-4 انذار أجوان. في قبل الدقيقة الأولى من الماتش، ويقدر مكمل 20 دقيقة من غير ما ياخد انذار تاني 120 دقيقة. 120 دقيقة ومن غير انذار تاني وسادد وبيشيل وبيحط وشال الدفاع كله. ده لما اعتمد على أحمد سامي اللي جنبه، مع إن أحمد سامي أنا شايفه مدافع من الطراز العالي، يعني بصراحة مدافع قوي جدا. بس لما اعتمد على أحمد سامي لبسه ضربة جزاء. بس شناوي هو رقم واحد بصراحة. بقاله كام ماتش هو المان اوف ذا ماتش. كهربا برضو كهربا ده السوبر بتاعه، الأساسي. هو ده أنا بالنسبة لي السوبر أنا بتاعه. مبسوط، يعني الماتش ده أنا مبسوط إن إحنا كسبناه بالذات عشان كهربا، مش أكتر من كده. أيوه. وبعتذر في الحلقة اللي فاتت جيت قلت لهم أنا شايف إن الزمالك ما راحش عشان خايف إن يخسر من الأهلي، مش عشان كهربا. أنا دلوقتي بصراحة شايف الاتنين. هو زمان ما راحش الماتش عشان خايف من كهربا وخايف من الاهلي. ما هو انا هقول لك، عشان انا قلت لك اول ما الماتش واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لك اول ما كهربا نزل قلت لك كهربا هو اللي هيخلص هيخلص الماتش. وفعلا هو سوبر كهربا. يعني انا مش من النوع اللي بحب امجد بيعرف لعيبه، يخطف. بس هو فعلا دي وقته ودي مرحلته، زي ما مجدي قفشه جت فتره وده كان وقتها ومرحلتها. هي الفكره كلها مش تمجيد في لاعب على قد ما هو اللاعب ده فايق في الوقت ده، فايق وكعبه عالي. عجبني مارسيل كولر برضو ان هو يعني في كام ماتش بقاله كهربا بقاله كام ماتش مش قادر ان هو يأدي، ان هو كان بينزل من الماتش فريحه وقال لك خلاص انا هنزلك انت البديل على اساس ان اديله حماس اكتر او اديله دفعه ان هو ممكن ينزل بالزبط. بقى يعمل حاجه بالظبط، يخوفه اللي هو انت ممكن تقعد دكه تاني رجعه تاني. فده برضو يحسب لمارسيل كولر بصراحه، شغل خلي بالك عالي. ان كهربا في الماتش الاخير وهو خارج بالتغيير كان برضو لوى وشه واتعصب. فبرضه كولر هو متضايق عشان بقاله كذا ماتش ما بيلعبش حلو. فده ده من عشان كده عجبني كولر بالظبط. المدرب بيفهم ازاي يخلي اللعيب بيديله دفعه وازاي يخليه يديله بوزيتيف انرجي، مش ان هو انزل وخلاص هو اللعيبه مستفزه منك فانزل العب والكلام. لا، ما فيش الكلام ده. ما بيفكرش بالتفكير ده. ما بيروحش يقول شايف اللعيب ده هو اللي بيستفز اللعيبه او الجماهير المنافسه لينا فنزله عشان يلعب. لا، ما بيفكرش كده خالص. هو بيفكر ازاي يكسب بطريقه ويخلي اللعيبه كلها
في الفورمه بتاعتها، بالظبط. فده اللي عجبني في كولر بصراحه. طب تقييماتك بقى للعيبه؟ الشناوي الشناوي 9/10، ده بصراحه بالنسبه لي ده حتى ده قليل عليه. الصخره الجديده آه... متولي انا اديله 9/10 برضه عشان اللي حصل له في اخر الماتش. عندك عبد المنعم كان عالمي برضه النهارده، ممكن 8/10. معلول معلول 9/10 بصراحة، حماس ورجولة، تحس إن هو خارج من من النادي الاهلي، من جوه النادي الأهلي، مش من شبرا. مش جاي من حواري النادي الأهلي، فاهم محمد يعني. هاني لا، محمد هاني بصراحة أوحش ماتشاته، بقاله كتير أوي بيلعب يعني حلو تديله جدا. كام؟ ممكن أديله 5/10. عندك طب البديل بتاعه خالد عبد خالد عبد الفتاح؟ الفتاح كان أحسن شوية، ممكن أديله 7/10، أعلى منه شوية. تمام. عندي مثلا حمدي مروان عطية فتحي وحمدي فتحي الاتنين، لا يعني حمدي فتحي أكتر شوية، ممكن حمدي فتحي 8، شال كذا جون، كان ودخل جون في احتكاكات قويه. بالظبط، ف8/10 كويس ليه. مروان عطية النهاردة ما كانش في أحسن حالاته، بس برضه كان عامل ماتش كويس، أديله 7/10. قندوسي قندوسي 6/10، 6/10 ماتش لأن تقيل هو عليه عمل ماتش برضه، تقيل عليه بالظبط، وبدأ برضه أساسي في ماتش مهم هو مش قده. متفاجئ تقريبا. فبصراحة كعمل يعني عمل كام حاجة كويسة، عبد فستة من القادر عشرة. عبد القادر 6/10 زيه زي القندوسي. عندي بيرسي بيرسي تاو، تاو كان عمل بصراحة اتحرك كتير ثرو تاو. عالمي. تاو. مجدي قفشة بصراحة الكرة دي كانت لازم تيجي جون. بصراحة كان أديله 8/10 كويس أوي ليه. محمد شريف محمد شريف برضو ما ظهرش أوي، يعني ممكن 6/10 5. أو 5 زيه بالظبط. عندي طاهر محمد، طاهر نزل برضو، عمل شغل كويس، يعني وعمل 6. الباص حلو، يعني ممكن برضو 7/10، أعلى منهم شوية. تمام. مين قفشة قفشة ما عجبنيش خالص بصراحة، نزل بيتنك بيعمل حركات في أوقات ملهاش لازمة، وكان هيتسبب في هجمة خطيرة لينا. من 5/10. طيب عندك مين كهربا تاني؟ طبعا، كهربا 7/10. ممكن 8 كمان عشان هو لا يا السبب في عم الصفر. مضيع، لا انا مضيع هنضيع انفراد يا انفرادين عم بصراحة، والله العظيم. بس اديله 8 عشان كرة ضربة الجزاء يا عم ما بصراحة. هي ضربة جزاء، ماشي تحرك تحرك، عالمي. انا معاك بس يعني. خطف أحمد سامي بطريقة مش طبيعية، يا فبالنسبة عم لي في ثواني بس، انت هتديله كام؟ 8. ليه بقى؟ ما هو كان في انفراد قبل كده وراح مررها بالعرض وما كانش في حد واقف، ما وبعد هو كده انا في بقول انفراد لك تاني. 8 دي عشان لقطة ضربة الجزاء، عمل تحرك يدرس، يعني خطف احمد سامي في ثانية. طب نديله فدي 7.5 بقى عشان ماشي عشان خاطرك. بس مين تاني في الملعب نزل تاني؟ ديانج نزل برضو في ديانج الاخر، عمل كام ياخد 5 لقطة، 6، 5 6 ما ما شفناش لحقناش كويس. يعني. ما فيش حد تاني تقريبا نزل الملعب. وكولر، ما احنا لا كولر كولر بقى 10 ده من احنا 10. بنحطه لا كولر معانا 10 من لان 10. انا شايف ان كولر ده، معلش انا يعني كولر قبل ماتش سان داونز حاجه وبعد ماتش اه سان ده داونز حقيقي، حاجه ده حقيقي. تانية. الراجل بدأ يفهم النادي اللي هو بيدربه، وبيفهم طبيعة البطولات اللي النادي بيلعب فيها، وهدف النادي من البطولة دي. هو بيبقى عايز مثلا بطولة كأس العالم للأندية، أنا هدفي يبقى كذا، أبطال أفريقيا هدفي يبقى كذا، الدوري هدفي كذا، كل ده. ويفهم طبيعة البتاع الراجل ده فعلا. بعد ماتش سان داونز اللي خدنا فيه 5، فعلا بدأ يفهم الطبيعة، وبدأ يسمع، وبدأ يعني يبقى يعني ملم بخيوط مدرك. اللعبة، فياخد 10/10 إن شاء الله. الجمعة الجاية الجمعة الجاية ماتش الترجي إن شاء الله، في استنونا رادس، في رادس حلقة نارية ملعبنا، قبليها وبعديها إن شاء الله. رادس ملعبنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن هنرجع فايزين شاء على الله. أساس نلعب هنا ماتش برضو مرتاحين. أعتقد إن إحنا نقابل صن داونز، أنا عايز صن داونز أقابله ده في اللي النهائي. هيحصل أعتقد، أنا عايز صن بنسبة داونز 90% الأهلي وصن داونز في النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. نقابل صن داونز في نهائي أفريقيا وناخد حقنا بالكاس مش بالنقط. ألف مبروك جماهير الأهلي، ولو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد وهاتها في الشبكة.